عشان كده كان زمان القراء زمان كان ليهم مدارس، كل قارئ بالظبط ليه مدرسته، بالظبط كل صحيح كل قارئ ليه مريدينه. صح، ده صحيح. كلمنا تلاقي كده. ادائهم مختلف، ده ليه النمط بتاعه وده ليه النمط بتاعه. تسمع الشيخ عم الشيخ عباسط تلاقيه غير عم الشيخ المنشاوي، خدت بالك، غير عم الشيخ الحصري، وهكذا. تمام. السبب في ايه بقى كده؟ السبب يرجع الى انهم كانوا بيسمعوا جمهورهم احكام. قاعد على الدكه كويس، في دماغه الربع اللي هيقراه او السوره اللي هيقراها، عارف ان هنا في مدود، عارف ان هنا في اخفاء، في اقلاب، كويس. فقاعد منتبه جدا للقواعد اللي هو هيلتزم بيها، ما بيخلش فما بيخلش. فسبحان الله تلاقي ربنا وهب كل واحد اداؤه الصوتي المختلف عن التاني. تسمع الشيخ المنشاوي في نفس المقام، يعني مش هقول لك كل واحد ماشي بمقام لوحده، لا، ده في نفس المقام الواحد، نفس الآية، وممكن نفس الآية تلاقي ده أداء الشيخ عم الشيخ المنشاوي غير عم الشيخ البنا، غير الشيخ مصطفى باشا إسماعيل، خدت بالك؟ كل واحد ربنا بقى وهبه الأداء المختلف. لذلك لما نيجي القراء دلوقتي في الوقت الحالي أو القراء الصاعدين، هو عايز يعمل لنفسه مدرسة، فيعمل إيه؟ بيدور على القفلة ويدور على النغمة، ما بيدورش ما بيرضاش على الالتزام بالحكم. كويس. النغمة دي ممكن تزود معاها مادة عرض للسكون، بدل ما هو أقصاه 6 حركات، لا تلاقيه عمله 10 12 عشان يعمل نغمة معينة، خدت بالك؟ قال إيه بقى بتميزه؟ خدت بالك؟ أو للأسف تلاقي ياخد نغمة من أغنية. في بعض القراء بتعمل الكلام ده، تعرف؟ يعني بعض القراء بتعمل الكلام ده، تسمع نغمة من أغنية وتحطها. طبعا الكلام ده غلط، طبعا ده كده يبقى لحن ما ينفعش. يعني تبقى انت عارف ان النغمه دي بتاعت المطرب الفلاني، خدت بالك، وتيجي تحطها في القران، فاللاعب بيسمع يقول لك ايه دي بتاعت فلان اللي بيغني. ده ما ينفعش. هل القارئ مش عارف ان دي حاجه ما تنفعش؟ يعني هو اكيد عارف ده. ايوه عارف. وبعدين انت ما هو بيستعبط. القران كريم يعني انت ما انا قلت لك في الاول ايه، لما بيخل بالحكم هو بيستعبط، ده اسمه استعباط. يمكن عشان ما بيلاقيش رد، او المريدين بيبقوا مبسوطين ومش فاهمين ده حقيقي، تجويد، ده حقيقي، عشان كده محدش ده حقيقي بيرده فبيستمر. ده حقيقي. الجمهور زمان كان حافظ لكتاب الله ومتعلم احكام وقراءات كمان، يبقى قاعد فاهم ان دي حفظ ودي ورش، واخد بالك، فقاعد فاهم. انما دلوقتي مع يعني قلة الاهتمام بالجانب القرآني لتربية النشء، واخد بالك، فظهر جيل دلوقتي ما يعرفش، كل اللي همه ان هو بيسمع البتاع نغمة بيسلطن عليها والله الله الله، خدت بالك. وبعض القراء بيبقى همه ان هو يعني يرضي جمهوره اللي قاعد على حساب القرآن، وده ما ينفعش، ده ما ينفعش، لازم ننبه ليه.